لو جيت سالتك وقلت لك ده ايه هتقول لي ده لابتوب، صح؟ غلط، حتى دي فاشل فيها. ده يا باشا اسمه لاب دوك. ايه يلا؟ والله انا كنت زيك كده في الاول ما فهمتش برضو ايه اللاب دوك ده، ولكن طلع ان ده ما فيهوش بروسيسور، ما فيهوش رامات، ما فيهوش حاجات المكونات بتاعه اللابتوب. ده بيتوصل بالموبايل وبيحول لك بقى اللابتوب بقى، فبيبقى معاك تراك باد، معاك كيبورد، معاك شاشه تاتش، وبتتقلب على فكره تعرف بقى تقعد تعمل شغل عليه، تكتب عليه حاجات. هو مش هيبقى شغل تقيل قوي ولا مونتاج ولا الكلام ده، هيبقى حاجات سريعه كده، ولكن هيديك واجهه مختلفه عن واجهه الموبايل، مريحه اكتر، وبيشتغل احسن مع موبايلات زي سامسونج مثلا او موبايلات اونر وواوي، او ممكن تعمل سكرين ميرورنج من اي موبايل تاني زي الايفون مثلا، بس مش هتبقى مفيده قوي، ده لو عايز تعرض حاجه كبيره يعني. او توصله باللابتوب بتاعك فيبقى معاك شاشه زياده 13.5 انش فول اتش دي، او توصله زي ما كنت عامل كده بالتي في بوكس فيبقى معاك برده نتفليكس وسيستم كامل هنا. خفيف جدا، خامته متينه، الهنج بتاعته برده محترمه، السماعات بتاعته ما جاتش، نسيوا يشغلوها تقريبا، يو اس بي سي لتوصيل الموبايل، وواحده ثانيه للشحن، مكان للسماعات، عندك مكان لكارت الميموري، وميني اتش دي ام اي، وبيجي معاك كل الوصلات اللي ممكن تحتاجها، وطبعا سعره ارخص بكتير من اي لابتوب. ده من شركه اسمها يو بيرفكت. فايه رايك في الفكره دي؟